اسمع الكتاب. عرفتوا بالجينجل هذايا حضرت معايا سيد في الاستوديو موجوده معاه زوز ضيوف اليوم. هاي وي فوزافي ان بونوس. شكون كيفكم اليوم؟ باش نحكيو على برشا اصدارات تبارك الله قدامي. زوز مجلات قدامي، كتاب زاده. سميرة بلبولي صباح النور. صباح الانوار جمالي. نحس روحي غرمتك برشا هنا بالاصدارات، وبالاخص نكون فخوره شخصيا كي تبدا الاصدارات باقلام تونسيه ولا باعثين هالاصدارات هذوما رجال اعمال يمنوا انه اليوم الصحافه في تونس ولا في مجال الاصدارات مهم جدا انها تكون من الدرجه الاولى في الاهتمامات نتاع الباحث التونسي ولا العامل في مجال الاعمال، سواء كان ذلك في المجال الاقتصادي ولا في المجال العلمي. اليوم باش نقدم لكم ماده دسمه منال على خاطر شرفونا ضيوف على مستوى عالي. خليني نقول كلمة الدكتور محمد القرقوري، مرحبا بك، أستاذ جامعي وباحث قدم العديد من الإصدارات سواء كان باللغة الإنجليزية ولا باللغة الفرنسية. باش تتعرفوا عليه أكثر، وإحنا باش نحكيو على البيوماس والبيو برودوي. هالكلام يمكن صعيب شوية يعني توا هكا مش ما عنديش فكرة على المجال هذايا، ما فكرة وهذا جاء الوقت كيف ما حكينا في الكوريس باش نحكيو على المجال هذا. صباح الأنوار سي محمد. صباح الخير سميرة، صباح الخير منال، صباح الخير كل مستمعين إكسبريس اف ام. جاي بحذينا زيدا منال سي فتحي غدايس، مرحبا بك مباشرة من باريس. جيت بحذينا هكا ولا ليه؟ خطفني. مرحبا، صباح النور. مرحبا، صباح الخير. فوالا سي فتحي قدم اصدار عنده مده، هو عنده عامين 30 دقيقه العوده اليوم نتاع 30 دقيقه، واصدار اخر التجاري ماك باش نكتشفوهم مع بعضنا البزنس ماجازين. هالاصدارات اليوم اللي موجوده في تونس. باش نبداو مع سي محمد ونرجعوا لسي فتحي. سي محمد نرجع لك في اخر اسمع الكتاب، يمكن نحبوا نعطيو شويه الوقت لسي فتحي غدايس لانه هو زاده مستثمر في المجال هذايا، مش بعيد برشا على المجال الاقتصادي. الحقيقه باش نحكيو على 30 دقيقه والتجاري ماك البزنس ماجازين، اما 30 دقيقه المجله اللي رجعت بعد عامين، المجله اللي تم مشاغل يمكن الشاليه التونسيه وتهم التونسي اللي يحب يقرا حاجه وتبدا فيها ملمه وتكون فيها مجموعه من الاخبار، المجال الاقتصادي الرياضي السياسي على لا علاش لا عفوا ولا حتى العالمي. عوده 30 دقيقه سي فتحي. عودة 30 دقيقة، علاش عودة 30 دقيقة؟ 30 دقيقة رجعت بثوب جديد. هي الهدف نتاع أي جريدة هي إيصال المعلومة بكل حيادية للناس للقارئ. إصدار جديد 15 ديسمبر معناها بثوب جديد. بثوب جديد وسوف تعتني في شكلها جديد بالشأن المواطنين بالخارج وخاصة في فرنسا. الشكل الجديد هي باش تصدر باللغتين العربية والفرنسية. اللغة على الجانب الفرنسي سيهتم بالشأن التونسي بالخارج، والشأن العربي سوف يهتم خاصة بالجهات والتنمية في الجهات، حتى معناها تقوم بدورها الوطني كجريدة، وهو حث رجال الأعمال خاصة التوانسة للاستثمار في الجهات. on va essayer de mettre en valeur الجهات، خاطر الجالية التونسية اللي موجودة في خاصة في فرنسا اللي نعرفها بكدا هي خاصة جالية من الجهات المهمشة. يكون جاي الوقت يقوموا بدورهم اليوم في تونس بعد ما نحن عشنا. طبعا لما احنا نحاولوا نسوقوا لهم جهاتهم يحنوا اكثر على جهاتهم ويستثمروا اكثر لجهاتهم، وهكا معناها الجريدة تكون عاملة دور وطني واجتماعي. بالاخص كي يكون المداخيل نتاعها 20% من مداخيل المجله هذه لفائده يمكن التوجه للجمعيات. انت قلت لي اللي يخدموا في المجال البيئي ولا في مجال المشهد العمراني اليوم في تونس بصفه عامه. هذا الهدف الثالث اللي تسبق اليه الجريده 30 دقيقه، هو هدف اجتماعي. هو حث المواطنين بالخارج للاستثمار وأحداث مواطن الشغل في الجهات. هو أولا هدف اجتماعي، ولا الهدف الاجتماعي الثالث اللي هو معناها أنا ما نحبش نحكي عليه برشا، اللي 20% من المبيعات في ليه مهم جدا. أنا باش نعرف باش نشري المجال 30 دقيقة، نعرف 20% من اللي باش نشري باش يمشي في دعم المشهد البيئي والمشهد العمراني اليوم في تونس، حاجة مهمة برشا. هو طبعا هو أنا عندي معناها شخصيا عندي حس بيئي وتكفيرا عن الذنب، خاطر ورقة جريدة ورقية سيخصص 20% من المبيعات في تونس لدعم الجمعيات التطوعية، وخاصة الجمعيات التي تعمل في مجال البيئة.
الحقيقة هذا باش يهزني سؤال لكم انتم زوز سي فتحي وسي محمد. حكينا على مجال يمكن الأزمة اللي تعرضوا لها سواء كان الإصدارات الورقية بصفة عامة في المجلات ولا في الجرائد ولا في الكتب. اليوم نحكيو على نسخ إلكترونية. المجال متاع مجال الصناعة الورقية قاعد في العالم الكل يتعرض الأزمة. نحكيو اليوم على نسخة إلكترونية تنجم تلقى نجاح ويكون المداخيل متاعها أكثر برشا والتكلفة تكون أقل برشا. نسخة إلكترونية سواء كان على الويب ولا على صفحات التواصل الاجتماعي ولا هالديجيتال فورما بي دي اف اكزاكتومون. هالطريقة جديدة مش حتى فورما بي دي اف معناها حتى على تويت ولا على أقصر أخف الأضرار بالنسبة ويمكن تقرأ أكثر وتتشاف أكثر. سي فتحي طبعا هو عندكم موقع ويب لابريس الورقية معناها اشملها وتضمحل باش معناها باش يوقتوا ما عادش نلقوا بريس معناها سور بابي كان الكترونيك. ولكن انا اخترت البدايه باش تكون ورقيه الموجهه للمواطنين التوانسه بالخارج. لا لشيء لان المواطن التونسي في الخارج يحن لبرشا عادات تونسيه اللي هي يشد جريده تونسيه ويقراها ولو حتى يلقاها اون بي دي اف ماذا بيا هذيك النكهه معناها في القالب هذا حقنا ولا وان شاء الله باش معناها تتطور وتكون الا الكترونيه. به تجاري ماك الحقيقه شدت انتباهي خاطر دو اون الكوفرتور نتاعها حلوه مزيانه ان بابي هكا بلوز او موان مات وما نراوش منه برشا سورتو صحيح سي لو 6 نيميرو سوف كو اللي شد انتباهي اكثر سي كو كي نحل المجله ونقرا السومير سي اكسي على ليكونومي فرانسيز والمود دو كونسوماسيون فرانسيز تو اي ديستيني حسيته للكونسوماتور فرانسي اي نون با تونيزيان اللي مقيم في الخارج. هل هذا معناتها سي في اكسبري ولا جوست العدد هذا؟ سي في اكسبري سي بون احنا في باريس on veut s'imposer. On veut s'imposer, on veut montrer notre utilité économique. On n'est pas qu'émigré. On est actif et on produit, on participe à la richesse de la France. C'est pour ça, avec tous les annonceurs, tous les CG, les مستثمرين ورجال الأعمال معناها des étrangers. نكبر فرنساوي ونتوجه للببليك فرنسي un public large, plus large. C'est pour montrer qu'on n'est pas que des employés خدام هذاك l'immigré اللي يمشي الصباح avec sa gamelle et tout, mais on participe vraiment, on paye les impôts et on participe à la الحركة الاقتصادية. هي هذيك معناتها توري مدى تأثير الاقتصاد متاع رجال أعمال من أصول خاصة تونسية في اقتصاد فرنسا. يمكن هنا نتمنى نشوف ترويج لتونس وانت قاعدة أكيد تخدم على هذا سي فتحي. نشوف مثلا في الكوفرتور نشوف حاجة هكا لتونس إن شاء الله في الأعداد الجاية ماله إلى العدد السادس وإن شاء الله عليش لا يكون فما تقرير على الوضع الاقتصادي في تونس. سي فتحي وانت كرجل أعمال مقيم في فرنسا ويمكن تشوف الوضع البرة خير من اللي احنا نشوفه هذه معروفة أكيد الرؤية. أكيد شو خليل كلمة الختام ما ديما باش نسألك سؤال كيفاش تشوف مستقبل تونس وانت باش نحي كاسكات متاع رجل أعمال وباش نتكلم كتونسي عايش في الخارج. احنا في فرنسا عندنا حس وطني أكثر من التوانسة اللي عايشين في تونس. غير تغشوا علينا. الحس الوطني راه عند التوانسة الكل. لا احنا عندنا يمكن الغربة زي الغربة يمكن أنا أكد لك عند برشا شبان عندهم انتماء كبير للبلاد هذه. يمكن أنت ما تشوفوش ما نقول لك احنا نشوفوه يمكن في المجتمع المدني اليوم قاعد يخدم عندهم انتماء وطني كبير برشا. نشوفوهم حتى في انتمائاتهم الكروية راهو اللي يخرج ويسيح ويعارك في الكرة راهو هذيك في النهاية تعبير على انتمائه الوطني. ما نعرفوش نعبروا أكيد هذه إشكال آخر يمكن يمكن سي با لو فون سي لا فورم. ولذا احنا في تونس في فرنسا نحكي لك ايش كان يحس التونسي قبل الثوره وبعد الثوره. التونسي قبل الثوره كان حاشم يقول تونسي توا يخرج في الشارع ودرابو تونس فوق ظهره وراسه الفوق
وهذه سيت فيرتي لا ما رجعتها له كان الثورة. صحيح. كل صباح كي جو برون مون اكزامبل اي حاجه نشوفها نقول علاش ما نعملوهاش في تونس سا بو ايدي. يتساءل يقول سؤال ايش نجم نقدم باش تونس تتقدم. صحيح. وهذا اي تونسي لازم يسال نفسه يقول ايش نجم نقدم باش تونس تتقدم. وانت دخلت في المرحله العمليه 30 دقيقه. انا طبعا هو اي انسان ما يلزمش يخزر الجارو شنو نعمل باش نعمل يكون هو المثال والقدوه. ما يهمتوش في جارو. مزيد متألق ليكم الزوز، مزيد من الإصدارات سواء في المجال العلمي، في الصحافة، في الاقتصاد، في السياحة. ما نجمو كنا نشجعوكم ومواصلين معكم احنا في اكسبريسو ويكاند حتى 10 متاع الصباح، وبعد شوية باش نحكيو فلاحة اقتصاد وبيئة. هذا يكون نحكيو فيه في أجري ويكاند مع أنيس برايان. لكن بور لانستون خليو بلاصتنا الفدوى التركي مع آخر الأخبار الوطنية في فلاش انفو 9:30. اقعدوا معنا ما تبعدوش.